السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما نقول الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الساسو يا مكل يا جدعان، بصوا الساسو يا ناس، الصلاة على الصلاة، الصلاة على الصلاة، الصلاة على الزين ان شاء الله. عايزة اقول لكم بقى النهاردة اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. اتمنى دعم وانتساب القناة علشان نستمر معاكم ان شاء الله. واحنا مش لازم نوفر بقى في التربية، مش لازم نحط لطيورنا حاجة توفر. ايه ده يا بنتي يا بطة؟ بصي بقى، دي فاكهة. الفاكهة دي انا بعتبرها فاكهة الطيور. هي ايه دي يا بنتي يا بطة؟ هقولك. بحطها للرومي، بحطها للفراخ، حاجة فعلا مغذية تخلي لحم الطيور احمر 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 بالصلاة على حبيبي المصطفى. بصي هياكلوها ازاي. وايه بقى، حاجه موفره. وخلي بالك لو عايزه تربي صح وتوفري في التربيه، بصي بقى حتى الرومي اهو، حتى الرومي ارمي بقى واكلي طيورك وظبطيهم ووفري في التربيه. ادي الحاجه اللي تقوي المناعه وتكبرهم وتنشطهم. بصي اهو قدامك اهو، قدامك اهو اهو اهو. بصي الكتكوت عامل ازاي. طب هي دي يا بطه الوصفه اللي انت جايه تقولي عليها؟ لا، انا جايه اقول لك على معلومه مهمه جدا على الرومي بالذات غير اي طير تاني. الرومي عنده مشكله، ما بيدورش على الاكل. لازم تحطي له الاكل قريب منه علشان ما يخسش منك. الرومي من الحاجات اللي يحب الحاجه، عارفه اللي هو العزيز الغالي المتنك، اللي هو ما يتحركش كتير، اللي يحب الاكل بتاعه يبقى تحت رجليه زي ما بيقولوا. في الحاله دي ياكل. لكن لو بعدنا المسافات، الطير مش الرومي بالذات ما بيدورش غير الفراخ تدور وتنقر الا الرومي. بصي انا بحط الميه بصي في كل حته كده بحيث اني اضمن انه كلوا، واوزع الاكل هناك. بصي اهو بياكلوا هناك، واحط هنا. في بقى حاجه تانية جايه اقول لك عليها من ضمن الوصفات اللي انا اقول لك عليها. بصي بقى، استني. البهاريس، الزفاره، الحاجه اللي تقوي الطيور، الحاجه اللي تنشطها، الحاجه فعلا اللي تغذيها وتخليها. بصي سامحط عليها حبه قمح عشان ايه؟ اعرف الحبه اللي تحت دول اهم حاجه. بصي بقى كده، بصي بقى استنى ما ازود حبه قمح كمان. ثانيه واحده بس. يلا روحوا كلوا بسرعه يا حبيبي المصطفى اهو. اما بقى في حاجه تانية، عارفه بقى حبه الزفره اللي انا حطيتهم دول بواقي الزيوت؟ عارفه بواقي الزيوت دي من الحاجات المهمه جدا لازم تحطيها للطيور. لكن انا النهارده برضو جايبه حاجه تانية، عندي مفاجات لكم النهارده. بصي بقى، حبه الرز بالشعريه دول من اهم الحاجات اللي تحطيها للكتاكيت بتاعتك ولا للفراخ. لو عايزه كتاكيتك تكبر بسرعه، تعالوا كده بس بحط بس ازود اهو. بصي دي بقى الوصفه دي اعمليها بقى للكتاكيت للفراخ. رز بالشعريه اعمليه. بصي انا بعمل ايه؟ لو انت شفت فيديوهاتي قبل كده، انا بجيب بواقي الزيوت، ما برميهاش، بحمر فيها الشعريه واحط بعديها الرز. ولو عندك بواقي شعريه او رز بالشعريه زي ما انت بتعملي لحبايبك كده، البواقي دي كلها تجمعيها وتقومي خلطه عليها الزيوت وحطيها للفراخ بالصلاه حبيبي المصطفى، وتحطيها للرومي. وكمان للرومي يا بنتي يا بطه اقول لك بحطها للرومي وبحطها للفراخ وبحطها للبط وبحطها لاي حاجه عندي. الحمد لله رب العالمين. ليه بقى؟ لان الحاجات دي فعلا منشطه جدا وبتقوي الطير وبترفع المناعه وبتغذيه. الحاجه اللي انت بترميها اللي انت خلاص ما بقتش فايده ليكي دي بنحطها. هو كده بس يا بنتي يا بطه. بصي بقى القمح، عايزاكي تركزي في القمح لان القمح من الحاجات المغذيه جدا الرخيصه اللي هي فعلا بتقوي الطير جنب الكزب. جيبي مره كزب ومره قمح، وحطي ده وحطي ده، جيبي الشكاره على بعض هتغذي طيورك وتكبريهم قبل اوانه. بواقي الزيوت تحطيها. لا ورجاء بقى حاجه تانية، اوعي تنسي الفحم. استنى اما اوريهولك.
القمح الفحم بقى يا جماعه اهو. تجيبي قوالب الفحم دي وتطحنيها وتحطيها في العليقه بتاعتك، اي حاجه بقى حطاها. ايه يا بنتي يا بطل فايده من القمح، علشان نخلي بالنا ان الطير ما يبقاش فيه انتفاخ ولا فيه غازات ولا فيه ديدان، ونسكن له معدته من اي الم فيها، عشان احنا مش عارفين. تحطي لجميع الطيور، جميع الطيور يا بطه جميع الطيور تحط لها الفحم ده. جيبي ب3 جنيه ولا ب5 جنيه الكنيوم عندك زي ما انا ما بعمل، وكل يعني كل يومين 3 كده تطحني واحده زي دي وتحطي. اقول لك انا بجيب ده ليه برضو؟ علشان اوفر، لان راس القمح الفحم بقت غاليه، فانا اعمل ايه؟ اجيب البديل بتاعه. هو ده مريح جدا لمعده الطير، عشان لا يبقى فيه انتفاخ ولا فيه غازات ولا فيه حاجه. تاني حاجه خلي بالك ان القرون ما بيحبش يلف على الاكل، تحطي له حاجته في كل حته بحيث ان هو ياكل ويشرب، لان هو عزيز قوي. دي المعلومه اللي كنت جايه اقولها لك النهارده. تحطي الاكل قريب من الروم، ما ترموش في اي حته بعيده تقولي هيروح ياكل، لا هو ما بيلفش على الاكل. تمام. ربنا يا رب يحفظكم جميعا. واهم حاجه تخلي بالك ان بواقي الحاجات اللي عندك تعملي فيها زي ما بقول لك كده، وهاتي الزيوت وجيبي شوحي فيها الشعريه والرز واسلقيها وتسويها، بس اوعي تعجني حاجه، واوعي تحطي عيش مبلول على عند الطيور، لان العيش المبلول عند اي طير هيربي له دهون، واحنا مش عايزين الطير يتكون عليه دهون، علشان خاطر الطير يبيض معانا بسرعه. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، تشتركوا في قناتي وتشجعوني ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.